تبع الماكس او السلوش. راح نطور هون ما في شي. راح نحط هاد فوق هون. تمام 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 تمام. حلو بسرعة. ليتس جو. هون كذا. هون هون. خليني هون. ودي لا 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 لا. يلا حلو. فجرهم. وهكذا أتوقع أن نكون انتصرنا. الآن سوف يجينا المرحلة الأصعب. لعبة جميلة مسلية واستراتيجية بنفس الوقت. حلو يا أصدقاء، أنظركم فجرنا واحد. شوفوا شوفوا شوفوا. يا أصدقائي من التوتر ما فينا عم بحكي معكم. شوفوا شوفوا شوفوا. لا لا لا. هذا أخطر مخلوق في كل هذه اللعبة أتوقع. أعيد وأكرر، انزلوا تحت واشتركوا بالقناة. السحب يا أصدقائي. سحب 100 ريال سعودي أو 150,000 ليرة سوري. انزلوا واشتركوا تحت بالقناة. راح بترك لكم رابط الفيديو تبع السحب. وات؟ شو بتعمل هاي الفطور؟ شكلها حبة فطور عادية يا أصدقائي. تمام 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 تمام. بلا بلا بلا. أول شي راح بختارها هاي هاد هاي وهاي. لا نزل لي هاد بس. ويلا شو هاد؟ والله ما بعرف شو هاد. بدي اجرب هاي. شو هاي؟ ما بعرف. طب راح يهجموا علي، انا ما معي شي. مو عدل. نشوف شو هاي. شو راح تعمل؟ بس هيك. والله فكرت اكثر من هيك. لا تخافوا يا اصدقائي. هون في هاي السيارة هلا بس يجي فورا بتجرفوا هيك. بس الاحتياط راح بحط هاي.
من هاي الأداة ما بعمل شفت. هلا راح بشتري أول مدفع بس لجمع مصاري 75. راح بشتري أول مدفع راح أحطه هون. شو هاد؟ ختيار الجن. راح برجع بذكركم لا تنسوا الاشتراك مشان تدخلوا تلقائيا على السحب على الصوت. فوريا نحط له هيك، خلعنا له راسه. حلو. لعبة مسلية. راح بتلقون رابط الفيديو تبع السحب بالوصف. اشتركوا بالقناة يا أصدقاء، اشتركوا. صراحة أنا تعبت من هذه اللعبة، سوف نطلع منها. أصدقائي لا تنسوا اللايك والاشتراك وانشروا المقطع في كل مكان. كان معكم يحيى من قناة جيمرز. لا تنسوا الاشتراك، سوف أحط لكم رابط السحب على السحب على 150 ألف ليرة سوري أو 100 ريال سعودي. فقط اشترك بالقناة سوف تدخل إلى السحب تلقائيا بعد شهر، أو أنتم تحددون بعد متى، بعد أسبوع، بعد يومين، بعد 3 أيام حسب دعمكم في الاشتراكات. فإذا بس نوصل لل20 مشترك فورا راح نسحب على 150 ألف. إذا بيوم ولا يومين ما بتهمني، بس نوصل على 20 مشترك راح نسحب 150 ألف ليرة سوري، وراح ابعت لكم إياها خلال تعليقات، روابط، حوالات. اللي ما عنده حساب بنكي ببعت له إياها بالحوالات البنكية.